السلام عليكم. اليوم نتعلم حرف العين. ها هو حرف العين. عدس، لدينا عدس بحرف العين. العين اسمه في اللغة العربية العين، ويكون صوته مثال رب العالمين. هيا نتعلم طريقة كتابة حرف العين. كيف نكتب حرف العين؟ حرف العين يأتي في بداية الكلمة ويكون بهذا الشكل. نقوم بعمل نصف دائرة وبعدها الرجوع والعمل دائرة ولكن أكبر بقليل. أما العين الذي يأتي في وسط الكلمة نمشي مع الخط وبعدها عمل مثلث. ها أنا عملت مثلث وبعدها المشي مع الخط. أما العين الذي يأتي في نهاية الكلمة ها هنا، عندما نمشي مع الخط وبعدها عمل مثلث وعمل نصف دائرة. أشكال حرف العين. حرف العين يأتي في بداية الكلمة، مثال عقرب. وحرف العين يأتي متصل ويأتي بالشكل المنفصل. هيا نقرأ هذا المثال. أعمى. هنا جاء حرف العين منفصل عن الحرف الذي قبله. أفعى. هنا جاءت كلمة أفعى، هنا جاءت كلمة أفعى والحرف العين الذي في كلمة أفعى متصل الحرف الذي قبله والحرف الذي بعده. هيا نتعلم عن حرف العين الذي يأتي في نهاية الكلمة. يأتي متصل ويأتي أيضا منفصل. المنفصل ضفدع. هنا جاء العين منفرد ولكن نهاية الكلمة ضفدع. بجع. هنا جاء حرف العين متصل مع الحرف الذي قبله. هيا فلنتدرب على حرف العين. عقرب، أعمى، أفعى، ضفدع، بجع. صوت حرف العين. لدينا الحركة الأولى وهي الفتحة. عين زائد فتحة يكون صوته عسل. ولدينا عين زائد ضمة يكون صوته عصفور. ولدينا عين زائد كسرة يكون صوته عطر. هيا فلنقرأ الكلمات. عين زائد فتحة عسل، وعين زائد ضمة عصفور، وعين زائد كسرة عطر. وهنا لدينا حرف العين مع التنوين. لدينا تنوين الفتح يكون صوته عن ضفدعا. عين زائد تنوين الضم يكون صوته عن ضفدع. ولدينا عين زائد تنوين الكسر ضفدع. ولدينا الحركات الطويلة مع حرف العين. عين زائد مد بالألف عاصمة. ولدينا عين زائد مد بالواو عود. ولدينا عين مع مد بالياء عيد.
هيا نتعلم الشدة مع حرف العين. الحركات القصيرة مع الشدة في حرف العين. لدينا عين زائد شدة زائد فتحة عم، ولدينا عين شدة زائد ضمة عمر، ولدينا عين شدة زائد كسرة عتاب. هيا أضع حرف الألف وأنطق الشدة مع حرف العين. أضع حرف الألف لكي أستطيع نطق الشدة مع حرف العين. أع أعو أعي. وهنا لدينا الشدة مع التنوين في حرف العين، وهنا لدينا الشدة مع التنوين في حرف العين. عين شدة زائد تنوين الفتح منعا، ولدينا عين شدة زائد تنوين الضم مرجع، ولدينا عين زائد تنوين الكسر مع الشدة وجع. هيا فلأنطق حرف العين مع الشدة مع تنوين الفتح، وذلك بإضافة ألف لكي يسهل نطق هذا الحرف مع الشدة. أعن أعن أعن. الحركات الطويلة مع الشدة في حرف العين. عين شدة زائد مد بالألف إذاعة، ولدينا عين شدة مع مد بالواو عوامة، ولدينا عين شدة زائد مد بالياء عين. هيا أضع حرف الألف وأعطي الحرف حقه مع الشدة. أعى أعو أعي. وهنا لدينا حرف العين مع الشدة علم، هنا لدينا حرف العين مع السكون يعمل. هيا بنا فلنتدرب على كلمات بحرف حرف العين. عائلة عابس عاجل عادل عاصمة عاصفة عامل عباءة عتيق عبقري عجائز عجاج عجلة عجنة عشاء عطسة. وإلى هنا ننتهي كل شيء يخص حرف العين. أتمنى لكم يوم سعيد. إلى اللقاء.